فاكر لما كنت صغير وكنت دايما تسمع جملة الواد ده متغير وأكيد معمول له حاجة؟ أو لما بنت في البيت تبطل تاكل وتنعزل وتبقى طول الوقت ساكتة فيطلع أول تفسير جاهز دي محسودة. أو واحد فجأة يبقى قلبه بيدق بعنف، نفسه ضيق ويحس إنه هيموت فيتقال له منتهى الثقة أنت فيك بس. يا ترى الكلام ده اللي اتربينا عليه بنسمعه لغاية النهاردة حقيقي ولا في بعد تاني يكمل الصورة؟ يا هلا بالحبايب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لو اول مره تشوفني او متابعني ولسه مش مشترك ادخل حالا اشترك وفعل الجرس ويلا بينا نبدا. في عالمنا العربي عندنا عاده غريبه جدا، ان اي حاجه مش مفهومه لازم تتحول فورا لحاجه غيبيه. اي انهيار نفسي، اي خوف، اي اضطراب، اي صوت داخلي مرعب لازم يبقى وراه جن او سحر او عين او بعد عن ربنا. وكأن النفس البشريه ما هيش موجوده اصلا، وكأن الانسان يا اما طبيعي يا اما ممسوس. أنا شايف المشكلة دي أخطر بكتير من اللي أنت متخيله، لأنك لما تاخد إنسان أصلاً مرعوب ومش فاهم نفسه وتقنعه إن في كائن خفي بيطارده، فأنت كده مش بتعالجه، أنت بتكسر آخر حتة أمان جواه. في مرة من المرات دخل لي العيادة شاب وكان حرفياً مرعوب. أول جملة قالها أنا متأكد إني ملبوس ورحت لشيوخ كتير. سألته طب إيه اللي خلاك متأكد؟ قال لي لأن بصراحة لما بشغل قرآن جسمي بيتنفض وبحس بخنقة. وده أصدقائي مثال مهم جدا، لأن الشخص اللي عنده أرق أو نوبة هلع مثلا جهازه العصبي بيبقى في حالة استنفار دايم، يعني أي حاجة يسمعها ممكن تخوفه فعلا وجسمه يتفاعل معاها فورا. ولو دخلت إنسان مرعوب أوضة ضلمة وقلت له في حاجة وراك، جسمه فعلا هيتجمد حتى لو مفيش حاجة وراه، لأن المخ لما بيقتنع بالخطر الجسم بيبدأ يشتغل على الأساس ده. الشاب ده لما بدأنا نفهم حكايته اكتشفنا إن بقاله سنة تقريبا دخل على احتراق نفسي كامل، شغل فوق طاقته، مشاكل أسرية، نوم متدمر، ضغط مستمر، خوف من الفشل، لحد ما جهازه العصبي تقريبا انهار. لكن بدل ما حد يشرح له اللي بيحصل له، كل اللي حواليه أقنعوه إنه ممسوس ولففوه على شيوخ بعدد شعر راسه. تخيل إنك تبقى أصلا مرعوب ومش فاهم نفسك، وفوق كل ده تبقى مقتنع إن في حاجة جواك. طبيعي جدا حالتك هتسوء، وده اللي بيحصل للأسف مع ناس كتير جدا. بنت خارجة من علاقة مؤذية جسمها كله توتر وخوف تروح لحد يقول لها عليك عين. طفل عنده اضطراب يتقال له انت بتشوف حاجات. شخص عنده وسواس قهري بيتقال له ان في شيطان ملازمك. وكأن النفس البشرية بكل تعقيداتها اختفت، وبقى أي سلوك غير مفهوم لازم يتحول فورا لتفسير غيبي. المشكلة الأكبر إن السوشيال ميديا كمان بقت جحيم. افتح تيك توك مثلا هتلاقي لو بتحلم الأحلام دي يبقى ممسوس، لو قلبك بيدق فجأة يبقى عليك سحر، لو جسمك بيتنفض أثناء الرقية يبقى جن. تخيل إنسان أصلا عنده أرق يدخل يشوف الكلام ده يوميا. طبيعي جدا يبدأ يراقب نفسه بشكل مرضي، وأول ما يحس بأي عرض طبيعي يدخل في هلع، وده لأن الجسم أصلا بيخاف، بيتحول لمصنع أعراض. الخوف الحقيقي يقدر يعمل خفقان ورعشة وضيق نفس، تنميل ودوخة وتقلصات، أرق، كوابيس، آلام جسدية كاملة يا صديقي. والجهاز العصبي لما يفضل شهور في حالة توتر الإنسان فعلا يبدأ يحس إنه مش طبيعي. لكن بدل ما نفهمه ده، إحنا أحيانا بنزرع جواه فكرة إنه ملعون أو مطارد أو في حاجة جواه، وده ممكن يدمر إنسان بالكامل. المشكلة الحقيقية إن الناس أصلا مش فاهمة الفرق ما بين النفس وما بين الروح، مع إن النصوص الدينية نفسها فرقت بينهم بوضوح شديد. في القرآن الكريم مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الروح غيب، سر إلهي، شيء الإنسان لا يحيط به علما كاملا. وفي سورة الحجر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وفي سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني الروح يا صديقي مرتبطة بسر الحياة نفسها، بالنفخة اللي خلت الإنسان حي. لكن القرآن الكريم لما اتكلم عن النفس الكلام كان مختلف تماما. إنما النفس لأمارة بالسوء. وفي آية تانية ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي كمان آية يا أيتها النفس المطمئنة. من فضلك اتأمل الكلام ده معايا. أمارة، لوامة، مطمئنة. يا صديقي دي حالات نفسية زي ما علم النفس قالها. يعني النفس بتمر بصراع، بضعف، بخوف، بندم، بطمأنينة. يعني الإنسان عنده عالم نفسي كامل مش مجرد روح بس. وحتى في المسيحية كمان الفكرة موجودة وبوضوح.
السيد المسيح قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وفي المزامير: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ يعني الحزن النفسي معترف به دينيا، سواء في الإسلام أو في المسيحية. الإنسان عنده نفس تتعب وتنحني وتحتاج تعافي، لكن اللي حصل إن ناس كتير بدأت تختصر الإنسان كله في تفسير واحد، وده اللي خلق حالة مرعبة من الخلط. بقى أي اضطراب نفسي يتحول فوراً لتفسير روحاني غيبي، ومع الوقت الناس بدأت تخاف من أي عرض نفسي طبيعي. واحدة جالها نوبة هلع لأول مرة مثلاً، راحت تفتح تيك توك، لقت فيديو بيقول لو قلبك بيدق بسرعة اعرف إنك عليك مس. شاب جاله سليب باراليسيس أو شلل النوم لأول مرة بيعيشه، يسمع حد بيقول له ده جن بيكتفك أو بيكتم على نفسك. شخص عنده تفكير مفرط بسبب وسواس قهري، والدته على طول تقول له دي أفكار شيطانية، استهدى بالله يا ابني وروح صلي. وللأسف ما حدش بيفهم الإنسان ده إن المخ نفسه ممكن يعمل كل ده، وإن الجهاز العصبي لما بينهار الجسم والعقل بيبدأوا يطلعوا أعراض مرعبة جدا بالنسبة له. ومش معنى إن الأعراض مرعبة إنها فوق طبيعته. وده اللي الناس كتير مش مستوعباه، إن الخوف نفسه ممكن يعمل أعراض حقيقية وحقيقية جدا كمان. الإنسان لما بيقتنع إنه في خطر جسمه كله بيدخل في حالة طوارئ، ضربات قلب بتعلى، العضلات بتشد، النفس بيضيق والنوم بيضطرب، حتى المخ بيفضل صاحي طول الوقت. وده بيخلي الشخص يقول في حاجة مش طبيعية بتحصل، مع إن اللي بيحصل له أحيانا بيكون مجرد خوف مستمر. ودي نقطة صديقي معروفة جدا نفسيا، لأن المخ البشري لما يعيش فترة طويلة قوي في توتر يبدأ يشوف العالم كله كأنه تهديد. وده اللي بيحصل ناس كتير جدا بعد ما بيدخلوا في دوامة المس والسحر والبعد عن ربنا. أنا فاكر مرة واحدة كانت بتحكي لي إنها بقت تخاف تدخل الحمام لوحدها، تخاف تطفي النور، تخاف تنام. يا ترى ليه؟ لأن ماما دايما بتقول إن الجن بيظهر في الحمام وقت الليل. تخيل كلمتين زي دول يا صديقي اتقالوا اتسببوا في زرع رعب حقيقي جوه إنسان بالشكل ده، وبعدها أي صوت طبيعي في البيت يتحول لدليل، أي حلم يبقى رسالة، وأي إحساس غريب في الجسم يبقى تأكيد للموضوع. وهنا يبدأ المخ يعمل أخطر حاجة ممكن يعملها، إنه يبتدي يربط كل حاجة بالغيبيات الروحانية. وده طبيعة البشر أصلا. الإنسان لما بيخاف بيبدأ يدور على أدلة تأكد له إن خوفه له أسباب واقعية، وده اللي بيخلي ناس كتير جدا بعد ما تقتنع إنها ممسوسة حياتها كلها بتتغير. يبدأ الشخص يفسر الصدف العادية بشكل مرعب، الكهرباء قطعت يبقى في جن، حلم غريب يبقى رسالة، حد بصله بطريقة معينة يبقى عين، أو سمع صوت حاجة خبطت في المطبخ بالليل يبقى عمار المكان. وده مع الوقت ممكن يحول الإنسان لحالة بارانويا كاملة. والمشكلة إن بعض الناس فعلا بتستفيد من الرعب ده. وخلينا نكون صراحة مع بعض، في فرق كبير يا صديقي بين شخص مؤمن بالرقية وبالدعاء وبالصلاة بشكل متزن، وبين ناس حرفيا بنت معتقداتها بشكل كامل على تخويف البشر، أو حتى كلام من الأهل مبني على معتقدات موروثة ولا ليها أساس علمي ولا ديني، لكن بنربطها بالتعب بدون وعي كافي. وخلي بالك بقى إن الإنسان القلق لوحده أصلا بيقعد يسمع الكلام ده ويتفرج على الفيديوهات ويبدأ يدور جواه على الأعراض ويلاقيها فعلا، لأن أغلب الأعراض اللي بيقولها أصلا أعراض قلق طبيعي: خفقان وأرق، خوف، توتر، شرود، ضيق تنفس. يعني تقريبا أي إنسان مضغوط ممكن يقتنع إنه ممسوس لو اتفرج على المحتوى ده فترة كافية، أو شغل نزلنا على دماغه طول حياته. وده بياخدنا لسؤال مهم جدا: ليه البشر أصلا بيحبوا فكرة الجن أكتر من فكرة المرض النفسي؟ قبل ما أجاوبك احكي لي بسرعة كده في التعليقات، هل مريت بأي حاجة من اللي بنتكلم عليها النهاردة؟ وإيه كان تفسير ده؟ ومين اللي فسر لك؟ الإجابة على السؤال باختصار: لأن التفسير الغيبي أحيانا أريح نفسيا. لما أقول إن حياتي متدمرة بسبب سحر، يبقى أنا مش محتاج أواجه نفسي في حاجة، مش محتاج أعترف إني مكتئب أو محطم أو محتاج علاج أو عندي صدمة قديمة، لأن مواجهة النفس صعبة يا صديقي، أصعب بكتير من فكرة إن في عدو خفي هو السبب في كل حاجة. وده اللي بيخلي ناس كتير تتمسك بالتفسير الروحاني حتى لو بيتعبها، لأنه بيديها معنى مقبول للألم. الإنسان بطبعه بيكره الغموض، ولما بيتألم بدون تفسير واضح بيبدأ يتمسك بأي قصة تفسر الوجع اللي جواه حتى لو كانت القصة نفسها مرعبة. لكن المشكلة إن ده أحيانا بيأخر العلاج الحقيقي لسنوات.
في ناس حرفيا كانت محتاجة مجرد علاج نفسي بسيط، لكن للأسف ضاعت منها سنين وهي بتلف في دوامة خوف من شيخ لشيخ. شخص عنده وسواس قهري ديني مثلا يقعد يعيد الوضوء والصلاة بالساعات لأنه مقتنع إن في شيطان بيوسوس له. واحدة عندها صدمة طفولة قاسية تعيش مقتنعة إن حياتها مقفولة بسبب عمل. شاب مثلا عنده اكتئاب شديد دايما هيسمع جملة إيمانك ضعيف، روح صلي وقرب من ربنا. ودي من أخطر الجمل أصلا، لأن الإنسان المكتئب غالبا عنده جلد ذات مرعب، حاسس دايما إنه فاشل، مقصر، عديم القيمة. فلما تضيف فوق كل ده بعيد عن ربنا، انت كده ممكن تدمره اكتر وتخلص عليه حرفيا. واللي ناس كتير مش فاهماه ان الاعتراف بالمرض النفسي مش ضد الدين ابدا يا صديقي، بالعكس صدقني ده اعتراف بطبيعة الانسان اللي ربنا خلقه. الجسد بيمرض والنفس بتضطرب والروح بتحتاج طمأنينة، التلاتة موجودين. لكن احنا احيانا بنتعامل مع النفس البشرية كأنها روح بس، وبنختزل تفسير الأعراض في سكة واحدة بس. والغريب إن نفس الناس اللي بترفض فكرة العلاج النفسي ممكن تقعد بالساعات تتفرج على فيديوهات رعب روحاني، لأن الإنسان عنده انجذاب غريب للخوف. الخوف بيدي إحساس كده بالإثارة، بيخلي الإنسان حاسس إنه اكتشف الحقيقة، وده اللي بيخلي محتوى الرعب الروحاني ينتشر بسرعة جدا. لكن لازم نسأل نفسنا بصدق، كام شخص حوالينا اتأخر علاجه بسبب الخوف؟ كام واحد كان ممكن يتحسن لو حد فهمه بدل ما يخوفه؟ كام طفل اتزرع جواه رعب من نفسه؟ كام إنسان عاش سنين مقتنع إنه ممسوس لكن في الحقيقة هو مرهق نفسيا؟ أنا مش بقول للناس تجاهلوا الجانب الروحاني أو الإيمان أو الدعاء أو الصلاة، بالعكس الإيمان الحقيقي هو مصدر طمأنينة وقوة عظيمة جدا للإنسان. لكن المشكلة لما يتحول كل ألم نفسي لتفسير غريب لواحد، لأن كده احنا بنلغي النفس البشرية بالكامل. الإنسان مش مجرد روح يا صديقي ومش مجرد جسد، الإنسان عنده نفس ومعقدة جدا، نفس تتألم، تخاف، تنهار، وتحتاج فهم ورحمة وعلاج. لكن لما تختزل الإنسان كله في أذى روحاني سواء جن أو سحر أو بعد عن ربنا وقلة صلاة، فأنت مش بتبسطها، أنت بتأذي شخص هو في الأساس بيتعذب ومحتاج حد يفهمه بدل ما يخوفه. ويمكن أخطر حاجة في الموضوع كله إن الإنسان لما يقتنع إن المشكلة خارجية بالكامل بيتوقف عن مواجهة نفسه ويتوقف عن فهم ألمه الحقيقي، ويفضل يدور في دايرة مغلقة من الخوف والتفسير المرعب. أنا مايكل ساويرس، أشوفكم الفيديو.